السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم لي طاخت، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كيف ما العاده. غنبداو بسم الله على بركه الله. هنا كيف ما شفتوا معايا عندي هنايا جوج بيضات، عندي نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت. وبالنسبه للحليب راه كنت درت نص كاس، ولكن راه عمرت الكاس البنات خماره وفانيا، لانني كتبغي ندير مول صغير وليت درتو كبير، يعني درت طاوه ديال الفران. اللي بغى يدير غير مول صغير ديال الدجاج راه يقدر يدير نص كاس نص كاس، يعني ما يفوتوش، لان باش ما تجيناش طالعه، لان ما تتبغيش هي تكون عاليه بزاف، تكون هي في القياس، حيت باقي بنا نديرو فيها طبقات اخرين. المهم كنخلطوا الخليط ديالنا، من بعد ما كنخلطوه كندوزو نديرو الدقيق. القياس ديالنا هو هذا كيف ما شفتوا معايا، يعني بحال شكل الكيكه. هنايا كيف ما شفتوا معايا ديك الخماره الاخرى ما درتهاش، درت غير جوج فانيلا وخماره وحده، يعني ديك الاخرى ما درتهاش. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا دهنت المول ديالي بالدقيق وبالزيت ودرت الدقيق. صافي هنايا دزت هنايا هذا نخوي الخليط ديالي ديال الكيكه. صافي هنا الفران بطبيعه الحال كنت شاعله عليه كيسخن. صافي دخلت الكيكه ديالي طيب. صافي هنا كيف ما قلت لكم تتبغي تكون غير خفيفه، ما تكونش قاصحه، يعني ما تكونش قاصحه، ما تكونش خفيفه، يعني بحال القياس ديال الكيكه، وفي نفس الوقت يعني ما تكونش الطبقه عاليه. صافي هنا غندوزو نديرو هذا ندوزو نديرو لا كريم باتيسير. انايا كيف ما شفتوا معايا عندي بيضه، عندي 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق ديال السنيده، فانيلا. صافي نسيت الحليب وبديت كنحرك الخليط ديالي. المهم هنا كيف قلت لكم 3 المعالق سنيده و3 المعالق النشا وبيضه وفانيلا. صافي نحرك الخليط ديالي مزيان مزيان. صافي كنردو فوق البوطه، كنبقى مقابله حتى كيعقد معانا. المهم ما كتفوتش عليه راه باش ما يديرش لينا يتكركب لينا، يعني تبقاي مقابله وكتحركي حتى كيعقد معانا. صافي بعد ما كيعقد كتطفي عليه البوطه، كتكون الكيكه ديالك خرجات من الفران بطبيعه الحال، حتى كتخرجي الكيكه ديالك عاد كتوجدي كيف قلت لكم لا كريم باتيسير. صافي من بعد ما كيوجد لا كريم باتيسير صافي كتحطيه هنايا كيف ما شفتوه معايا وجد معانا. صافي اللي بغى ينسم بحال هكا هكا قشور الحامض ولا قشور الليمون، يعني كل واحد والذوق ديالو يدير اللي بغى. صافي هنايا كما شفتوا معايا من بعد ما وجدت لينا لا كريم، صافي كندخلوها نديروها فوق من الكيكه ديالنا. صافي من بعد ما كنسرحوها فوق منها كامله. صافي كندوزو نبداو نوجدوا الديسير ديالنا اللي بغينا نستفوا فوق منها. صافي هنا راه كيف ما شفتوا معايا جات ناجحه تبارك الله، ما فيها لا نكركب بها ما والو. المهم ضروري نحركوها قبل ما نديروها فوق البوطه، ومن بعد ما نديروها فوق البوطه نبقاو مقابلينها وكنحركوا مقابلينها. هادشي اللي كاين. صافي هنا راه فانيا ما كنتش وريتها لكم في الاول، قلت لكم راني درت فانيا. المهم هنا كما شفتوا معايا نقيت التفاح وقطعته هكا طرونش، البنان وهذا الفريز. صافي هنا كما شفتوا معايا حتى تكون لقنيت هكا في الطبسيل فيه حاجه، كندير تستيفه هكا ديال التفاح، تستيفه ديال البنان، تستيفه ديال الفريز، وانا غاديه يعني فوق من هذيك الكريمه اللي حطيت اللي درت فوق من الكيكه. صافي حتى كنكمل يعني ديك الطبقه ديالي كلها، ديك التستيفه يعني كلها كنكملها. كنحط يعني كيف قلت لكم تستيفه ديال هكا ديال البنان، تستيفه ديال الفريز، تستيفه ديال التفاح. انا غاديه ولا كان عندي فواكه اخرين يعني ممكن نديرهم، يعني بنادم انسان داكشي اللي موجود يديروا. وراكم عارفين الوليدات بسلامتهم كيعجبهم هاد الالوان، يعني ملي كيشوفوا الحويجه زوينه كيبغيوها وكياكلوها. ايوا هذا ما كان. هو بصراحه كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله ما شاء الله. وحتى في رمضان يعني كنديرها في رمضان، الا بقينا في الحياه ان شاء الله، الله يجيبو على خير ويلقانا على خير وبخير يا ربي وبالصحه والسلامه. هذا ما كان. المهم كيف قلت لكم صافي تنبقى غاديه في هذيك الطريقه حتى تنكمل يعني داك الديسير اللي عندي، ونكمل يعني الكيكه اللي عندي كامله. طبقات هي كي قلت لكم اللي بغى يدير غير وحده هكا صغيره، راه كدير غير نص كاس الزيت، نص كاس سنيده، نص كاس الحليب. انا درت هاد الطاوه كبيره وبيضه وحده، لان لي مولي الا كان دوك ديال الزاج صغير. صافي هادشي اللي كديري باش ما كتجيكش طبقه يعني كبيره دايره طالعه بزاف كتجيش. حيت هي ما كتبغيش يعني يكون هاد الفواكه ويكون الكريمه غالبه على يعني على الكيكه اللي بغيتي ديري، ماشي تكون الكيكه تكون غليظه، ويعني ما بقاش كيبان هذاك الديسير وهذاك الكريمه اللي كديري، يعني ما بقاش غادي تبان، يعني غتولي الكيكه غالبه عليهم. هذا ما كان. المهم تكون رقيقه كي قلت لكم الطبقه تكون غير رقيقه ما تكونش غليظه. صافي هنا كيف قلت لكم غير كتخرجي كتوجدي الكريمه، ما تتوجديها حتى كتخرجيها، لان راكم عارفينها كت
كتقساح، ما كتبقاش خفيفه، وتقدري تسرحيها يعني تحكمي فيها وتسرحيها كي بغيتي. يعني من الاحسن حتى تخرجي الكيكه ديالك ملي كطيب عاد كتسرحيها فوق منها. هادشي اللي كاين. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا صافي انا غادا تما حتى كنكمل كاع الديسير اللي عندي صافي، ونكمل يعني الطاوه ديالي كلها بهذا. انا درت هاد الكبيره لان بسلامتهم وليداتي كيبغيوها كتعجبهم، داكشي علاش عليه كنت باغي ندير غير المول هكا صغير، ولكن قلت اللهم ندير. المهم كيف ما شفتوا معايا هنا عندي كاس ديال الليمون و3 معالق سنيده، ودرت هنا هاد الفلو هذا كيف ما شفتوا معايا هاد الزرق هو اللي كيتبت. يعني كديري بحال درتي ليه بحال درتي جيلاتين لهداك الديسير، ما كيبقاش يتحرك، ما كيبقاش يتفاوت، وفي نفس الوقت ما كيكحال معانا ما والو، يعني ما كيتخربقش لينا فوق من ديك الكيكه، يعني كيبقى ثابت بحال كدرتي ليه جيلاتين. وفي نفس الوقت حتى اللون ما كيتغيرش فيه، كيبقى اللون ديالو هو ما كيكحال ما والو، يعني واخا تبقى تبات وكلشي ما كتخسرش ما كتبدلش ليها اللون ديال داك الديسير. صافي يعني كنردها فوق البوطه، هي كنحرك مزيان داك السنيده وداك الفلو، وكنردها حتى كتغلى مزيان، تيغلى معايا داك الليمون. صافي من بعد ما كيغلى صافي كنمشي تنديرو فوق من هذاك تنديرو فوق من هذاك الديسير، وفوق من المهم فوق من هذاك اللي طاخت. صراحه قلت لكم البنات كتجي رائعه ما شاء الله، كتجي غزاله. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غلا لي هذا الليمون ديالي. صافي دزت هنا كندير فوق منه هذاك الفلو مع الليمون وسنيده. صافي كندوز عليه كامل، كندوز على ديك الطبقه ديال الديسير، يعني كله يعني ما كنخلي حتى شي بليصه ما كنديرش فيها، يعني كلشي كندوز، كنبدا ندير هكا بالمعلقه وكندوزو في البلاصه اللي حطيتيه. مع دابا تبارك الله بارد الحال، فين ما حطيتيه كيجمد في البلاصه، كيجمد، ما تحتاجيش كاع ديريه في الثلاجه. يعني فاللي ما بغاهاش هكا بارده بزاف من الاحسن ما يحتاج كاع ما يديرهاش في الثلاجه. يعني الا كان سخون الحال غادي يمكن لك ديرها في الثلاجه، ما ديك الساعه الا كان سخون الحال الا كان سخون الحال كتحركي هذاك الليمون ديالك كيف ما بغيتي. ولكن دابا مع هذا دغيا يجمد الفلو، دغيا يجمد. صافي هنايا كيف قلت لكم كنحطيه فين ما حطيتيه صافي كيجمد في البلاصه. صافي هنا كيف ما قلت لكم كتسرحي على الكيكه كامله. صافي كانت لي طاخت ديالنا هي هذه كانت وجدات. صافي كي قلت لكم اللي بغى يدخلها الثلاجه يدخلها. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، نتمنى تعجبكم هاد لي طاخت وتجربوها. راه كتجي البنات رائعه والله، الا كتجي غزاله ما شاء الله، صراحه تستحق التجربه. هذا ما كان. شكرا لكم بزاف البنات على التتبع ديالكم، على التعاليق ديالكم. شكرا لكم على الاخوات كاع اللي كيدخلوا عندي كيشجعوني، شكرا لهم بزاف. والله يسهل على الجميع، والله يسر لكل واحد، الله يخلي لكل واحد وليداته ويحفظهم ليه يا ربي، واللي ما عندوش الوليدات الله يرزقوا الوليدات يا ربي، يرزقوا الذريه الصالحه. وشكرا لكم. هنا من بعد ما قطعتها كيفاش جات البنات، جات غزاله ما شاء الله. كيف قلت لكم كتجي الطبقه ما كتجيش طالعه بزاف الكيكه كيف ما شفتوا معايا. انا كنصورها معكم.